ما انا اللي عملت في نفسي كده. انا كان عقلي فين بس يا رب وانا بعملها؟ جواز ايه ونيلة ايه؟ ما انا كنت عايش مبسوط ومرتاح. قبل ما نبدأ الفيديو اذكر الله وصلي على النبي، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. مين حموكشة؟ حموكش يا عم. مالك بس يا ابني، في ايه قاعد شايل الهم ليه كده؟ هقول لك ايه بس يا عم؟ مفيش حاجة. يا ابني انت هتخبي عليا؟ احكيلي، مش يمكن تلاقي الحل عندي. لا، الحل عندك معقول؟ جرب يا ابني، مش هتخسر حاجة. بصراحة يا عم انا من يوم اتجوزت وانا عايش في نكد ومش عارف اعمل ايه. يا ابني المشكلة دي عند الشعب المصري كله. يعني ايه يعني يا عم؟ يعني انا هفضل كده مفيش حل يعني ولا ايه؟ لا يا ابني، في حل طبعا. ايه ده بجد؟ طب قول يا عم بسرعة ابوس ايدك. الحل يا ابني انك تاخدها على قد عقلها، وكل حاجة تقولها لك قول لها حاضر. ازاي يعني كل حاجة اقول لها حاضر؟ يعني مثلا لو قالت لك انا رايحة عند امي قول لها حاضر. لو قالت لك انا هشتري حاجة قول لها حاضر. كده يعني. وجرب، مش هتخسر حاجة. والله ان كان كده ماشي، لما نشوف وربنا يستر. ايه ده فوزية؟ ايه اللي مقعدك في الشتا كده؟ ومالي يا اخويا الشتا؟ انا بحب الجو يشتي كده وانا قاعدة تحت المطر كده، بيبقى احساس جميل. وانت ايه ما بتحبش الشتا ولا ايه؟ ها؟ لا بحب. حاضر حاضر يا فوزية. بقولك يا حموكش انا عايزة اروح عند امي كده بكرة. حاضر يا فوزية. وعايزة اجيبها معايا وانا جاية تقعد عندنا يومين كده. حاضر يا فوزية. الله، جرالك ايه يا حموكشة؟ كله حاضر حاضر، انت مالك النهاردة؟ إيه يعني تزعلي يعني لما اقولك حاضر واوافق على كل حاجة بتقوليها؟ لا يا اخويا طبعا ما زعلش، ده انا اتمنى. بس في حاجة غريبة النهاردة. ايه سبب التغيير ده بقى؟ لا ابدا يا فوزية، انا اكتشفت ان انا بحبك ولازم اسمع كلامك. وكلام حلو كمان. لا لا لا، اقطع دراعي لو ما كان في حاجة حصلت. انت بالادب احسن لك، وقول انت عامل ايه من ورايا وبتسيسني كده ليه؟ منك لله يا فوزية. الله يخرب بيت نصايحك يا عم سيد.